مرحبا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني وأخواتي الأعزاء. في هذا الفيديو غادي نهضر على واحد الموضوع فلسفي عميق اللي كيهمنا كاملين، اللي هو عقاب الفلسفة المطلقة. واش ممكن نعرفوا كل شيء؟ واش فعلا المعرفة كاملة على جميع الأمور ممكنة؟ وكيفاش السعي وراءها ممكن أن يكون عنده عواقب وخيمة على الإنسان؟ اليوم غادي نكتشفوا شوية على هذه الفكرة. كملوا الفيديو حتى الاخر باش تعم الفائدة. غادي نبداو بالشرح ديال المعرفة المطلقة. المعرفة المطلقة هي اللي كتقول أنه الإنسان قادر يوصل لكل حقيقة ويعرف كل حاجة في العالم. يعني إلا كان عندك المعرفة كاملة غادي تعرف كل شيء على الماضي والحاضر والمستقبل. ولكن واش هادشي ممكن؟ هادشي اللي غنشوفوه. باش نفهمو كتر خصنا نرجعو للفيلسوف الألماني إيمانويل كانت. إيمانويل كانت كان كيعتقد أن المعرفة ديالنا محدودة. قال أنه الإنسان يقدر يعرف غير الظواهر اللي هي الأشياء اللي كنشوفوها بعينينا، ولكن ما يمكنش لينا نعرفوا الاشياء اللي ما كنشوفوهاش بعينينا اللي كتكون معمقه. يعني كاين شي حاجات ما نقدروش نوصلوا ليها لان الحواس ديالنا محدوده. بالنسبه لي المعرفه المطلقه ماشي في متناول الانسان، ولكن ماشي كل الفلاسفه كيوافقوا مع كانت. كنمشيو عند الفيلسوف الالماني المشهور فريدريك نيتشه. ما عرفتش كيفاش كتنطق، ولكن سميتو راه هكا، راه فريدريك نيتشه. انا كتبها لكم. المهم كان عنده رأي مختلف اللي هو كان كيعتقد أن المعرفة ماشي ثابتة أو مطلقة. بالنسبة ليه المعرفة مرتبطة بالثقافة ديالنا والقيم اللي كناخدو بها الأمور، والشيء اللي كنعرفوه اليوم هو ممكن يتغير غدا. نيتشه على سمية نيتشه. هاد خونا هذا نعطيه فريدريك كان كيقول أن الحقيقة ماشي حاجة واحدة ثابتة، بل هي شيء متغير عبر الزمن حسب الإرادة والظروف. هذه ما قالوا وقت قالها بالعربية، أنا نقولها بالعربية. أنا مالي شنو نقول أنا. وهنا غادي يجي السؤال اللي هو شنو كيوقع إلا حاولنا نوصل للمعرفة المطلقة؟ واش غادي نكونوا سعداء ولا غادي نكونوا حسن من قبل؟ في بعض الكتب الفلسفية كيقولوا أن السعي وراء المعرفة المطلقة ممكن يجيب معاه عقوبات كبيرة على الإنسان. باش نفهمو أكثر، إلا كان واحد كيفكر في الماضي والمستقبل وفي كل أسرار الكون يقدر يحز هاد الحمولة الثقيلة. الفكرة هنا راه هي أن المعرفة الكثيرة راه ممكن تخلق الشعور بالعجز أو حتى الفراغ، حيتاش إلا كنت كتفكر في كل شيء راه كيولي عندك إحساس بأنك ما عندكش حتى شي جديد اللي خصك تكتشفه. وهنا بالضبط اللي كيحاولوا يوضحوا لنا الفلاسفة آخرين بحال جان بول سارتر وعلى سميات عندهم. جان بول سارتر في اطار الوجوديه او حتى الفلاسفه ديال البراجماتيه. دابا هاد الفلاسفه دابا هادو مالهم شنو هي؟ لا انا غنوض وغنخرج واحد النظريه سميتها عندك الحق غاسي. المهم كملوا. كيقولوا ان المعرفه هي حاجه متغيره، يعني من الافضل نتقبل الحدود ديال المعرفه ديالنا ونديروا جهدنا باش نتعلموا من التجارب ديالنا اليوميه. في الفلسفه الحديثه كتآمن ان المعرفه ماشي مجرد مجموعه من الحقائق المعزوله، ولكنها عمليه مستمره ترتبط بالتجربه والحوار. اي حاجه كنقولها بالعربيه راه فهم شي كتاب. المهم انت الفلسفة كتوصلنا إلى أن المعرفة الكثيرة قد تسبب نوع من الاغتراب، والإنسان إذا عرف كل شيء يمكن يحس بالعجز أمام العالم ويولي عنده نوع من التوتر أو الفراغ. وفي النهاية الحياة والبحث عن المعرفة كيبقاو مرتبطين بالتجربة الإنسانية وبالحوار وبالتطور المستمر. إذن شنو كنستنتجو من هذا الموضوع؟ ربما المعرفة المطلقة ماشي هي الهدف النهائي ديالنا. بلاص ما نسعاو من وراء الوصول لكل شيء، يمكن للقيمة الحقيقية أن تكون في التعلم المستمر والتطور مع الوقت. المهم هو الرحلة ديال المعرفة وليست الوصول للهدف النهائي. في كل خطوة نخطوها في التعلم هي التي تعطينا المعنى الحقيقي للحياة. هذه نختموا بها الفيديو حيت ما فياش عاوتاني اللي يزيد يقرا شي كتاب شي حاجة. المهم شكرا لكم على المتابعه ديالكم. الى عجبكم الفيديو وبغيتينا عاوتاني نكملوا على شي ديال الكتب والفلسفه والتاريخ والى ما تنساوش تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم، تخليو التعليقات ديالكم لتحت راه كنقراهم كاملين. وشكرا على المتابعه، الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. انا غنوض وغنخرج واحد النظريه سميتها عندك الحق غاسي.